هذا امر طبيعي، لان ابو تريكه اثبت العرب كله اجتمعوا على ابو تريكه، حبهم لابو تريكه. هذه اول مره في التاريخ تحدث في التاريخ العربي ان يحبوا شخص، يعني حبوا جمال عبد الناصر، والان على نطاق سياسي، على نطاق رياضي حبوا ابو تريكه. هذا شيء رائع. الجمهور الجزائري والشعب الجزائري شعب طيب جدا. هذه حقيقه انا لمستها وعشتها، يعني في زمان زرت الجزائر، فشعب تلقائي وطيب. لكن اثناء المؤازره الملعب في المباراه يكون متحمس لفريقه، واحيانا حماسه وانفعاله يكون ربما انعكاس خاطئ لبعض المفهوم عن المشجع الجزائري. لكن بشكل عام مشجع الجزائري مشجع. وعايز اشكر جدا زميلي وصديقي حازم الكديكي المعلق الرياضي اللي هيعلق لنا ان شاء الله على مباراه مصر والجزائر. هيعلق على 4 أهداف على 4 أهداف في المباراه. انت شايفهم كده 4؟ شايفهم 4. كام يعني؟ 4 بقى. لا 4 يكون كده 4 جم ازاي بقى؟ جم هنا ولا جم هنا؟ كده 4-0. شقي قوي يا حازم على فكره، شقي المشكله اللي راح يكون في الميدان رسمي. خلي قال لك 4 زيد له 0 قدام 4، خليه يتمنى 40. خليه الميدان هو الفاصل. انت بالنسبه لك والله يا اخي بحييك على روحك الرياضيه يا خالد. انت نورت مصر ومرحبا بيك في بلدك الثاني. خالد مكيد رئيس تحرير جريده الهداف الجزائريه. شكرا. عايز تقول كلمه؟ احضر حفل الفرح في هذه الليله. من يفرح سنسعد به، وبالطبع كما قلت لك في الجزء الاول أنا شخصيا أتمنى مصر لأن تكون القاهرة في أجمل حلتها وفي أزوى فرحتها إن شاء الله. الجزائريين هيزعلوا منك كده. لا قلت هذا الشيء مع احترامي كما قلت. تمام. بكل روح رياضية يعني، لأن الرياضة فيها فائز وفيها خاسر. أكيد. وأكيد كل واحد فينا يتمنى من يكسب ومن يخسر. أنا بحيي فيك صراحتك يا حازم. لا عادية، بحيي فيك صراحتك. ومش قادر أنسى الحقيقة لما ماتش إيطاليا وأنت صوتك راح ونفسك راح. فخلينا نعتبرها ليلة عربية في استاد القاهرة. صحيح. ليلة بدون أي من نتهم، مين أنت بدأت أنا بدأت. لا. وكلامك عن الجماهير